السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشاق قناة عالم سبورت في فيديو جديد وحلقة جديدة. ولكن قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين متابعي قناة عالم سبورت، بهذا الفيديو راح نحكي عن مباراة تشرين السوري اللي سيواجه نادي شباب السعودي. طبعا نادي تشرين قادم بفوز على نادي المريخ السوداني، وشفنا نادي شباب السعودي بالأمس ضرب قوة الجوية العراقية وسحقه برباعية نظيفة. طبعا موعد المباراة لحد الآن ما تم تحديده، بس راح يلعبون مباراتين ذهاب وإياب. المباراة الأولى راح تكون بأرض نادي تشرين الافتراضية، فأنا بتوقع راح تكون المباراة أيضا بالسعودية، ذهاب والإياب راح يكونوا بالسعودية. نادي الشباب السعودي نادي قوي جدا، وشفنا بالأمس المحترفين اللي عندهم ضربوا قوة جوية برباعية. فابقوا معنا لمشاهدة. السلام عليكم من جديد، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير والصحة والعافية. شكرا لكم على دعم القناة. قررنا نوصل ل 3000 مشترك و 3000 اخ وصديق والعائلة. اصدقائي المشاهدين، مثل ما حكينا بالامس، نادي الشباب السعودي يضرب قوة الجوية العراقي برباعية نظيفة ليضرب موعدا مع نادي تشرين السوري. فشلون وكيف راح نفوز عليهم وطريقة لعب كل هذا الشيء راح نحكيه بهذا الفيديو. نادي شباب السعودي بيتواجد فيه 7-8 لاعبين محترفين من كوريا الجنوبية، من برازيل، من بولندا، يعني لاعبين مشكلين كلهم محترفين. أما نادي تشرين ما عنده ولا لاعب محترف، فلازم نلعب بالروح قتالية بالملعب حتى نتغلب على محترفين ونادي شباب السعودي. فكل التوفيق لنادي البحارة وكابتن محمد عقيل للمباراة. الخطوة الأولى أنه لازم ما نخاف من نادي شباب السعودي، يعني ما بنقول شباب السعودي ضربة بقوة جوية برباعية وبنلعب أمامهم بالطريقة الدفاعية ونخاف ونرتبك ونلعب يعني بنموت من رعبة. لا، هذا الشيء غلط، لازم نحطه على الطرف. ثاني شيء، لازم كابتن محمد عقيل مدرب نادي تشرين بيرجع مباراة الشباب وقوة جوية ذهاب والإياب، وبيتفرج عليهم أكثر من مرة حتى بيشوف نقاط قوة نادي الشباب السعودي ونقاط الضعف أيضا. يعني بكل فريق بكل منتخب في نقاط الضعف وفي نقاط القوة. فإذا محمد عقيل شاف المباراة وعاد أكثر من مرة وعرف نقاط ضعفهم وقوتهم وطبقها بالمباراة، فأكيد راح نعمل شيء ونفوز. يعني مو ولا بنقول نادي شباب فيه محترفين نادي قوي ترتيبه ثالث الدوري السعودي نخاف منهم خسرانين. لا، هذا الشيء كله عم نشوف نادي الشباب السعودي كيف بالامس ضغطوا على نادي قوة جوية. طبعا نادي قوة جوية مو نادي ضعيف، لا، بسبب مشاكل بالدوري العراقي اللي صارت بين قوة جوية ولاعبهم ابراهيم بايش، فنفسية اللاعبين كانت متأثرة على المباراة. فمثل ما ذكرت، لازم محمد عقيل مدرب نادي تشرين بيعمل تشكيلة مناسبة، وأبدا ما بيفكر بيلعب أمام الشباب السعودي بالطريقة الدفاعية، لأنه الطريقة الدفاعية هي أكبر غلط. أنه بتدافع أمام نادي مثل الشباب السعودي يلي عنده قوة ضاربة في الهجوم وفي الوسط، وخاصة إيبر بانيجا لاعب الأرجنتيني، كان لاعب الإشبيلية الإسباني وعنده يعني مباريات في الدوريات الأوروبية. فخلينا نهدى شوي، محمد عقيل نشوف شو بده يعمل وشو بده يقدم وكيف راح يوقف نادي شباب السعودي المدجج ب8 محترفين من جميع الدول. لازم نلعب مثل المباراة يلي لعبناها أمام النادي المريخ السوداني في المباراة الإياب. مباراة الذهاب ما كان عن اللعب ولا أداء، يعني كان نوعا ما متوسطين، بس من مباراة الإياب تغير شكل الفريق تشرين كليا. محمد عقيل يمكن درس طريقة لعب نادي المريخ السوداني بالمباراة الإياب، شفنا أداء والأهداف وكل شيء كان سيطرة لنادي تشرين. فنقطة قوة تشرين بهاي المباراة ضد الشباب السعودي راح تكون هي عدم الخوف واستسلام، لأنه بس خفت واستسلمت إنه الشباب قوي وما بعرف شو، فمباشرة راح نخسر وما راح نقدم أي شيء. لازم مدرب بيعمل شيء، وأبدا ما بنلعب طريقة دفاعية منهاجم مثلهم. هن عندهم محترفين، احنا عندنا كمان لاعبين 11 لاعب. مو شرط يكون عندك محترفين ولا البرازيليين ولا ارجنتينيين ولا فرنسيين، لا، العب. ابدا المباراة ما راح تكون سهلة على نادي تشرين،
ونادي الشباب السعودي مع احترام نادي المريخ السوداني أقوى من نادي المريخ السوداني، أفضل منهم بكثير من المراحل، وأفضل من نادي تشرين بصراحة. يعني واحد بيحكي بصراحة، يعني معاهم عليهم. نادي الشباب السعودي كمحترفين، كأنه مثلا ترتيبهم الدوري السعودي بترتيبه الثالث، يعني أفضل من أفضل من نادي الشباب تشرين السعودي. فلازم احنا انه بنستغل الروح القتالية اللي موجودة عند اللاعبين نادي تشرين، واللي شفنا هذا الروح بمباراة إياب أمام نادي المريخ السوداني. كل شيء ولا نخاف من نادي الشباب السعودي، نحترمهم نحسب لهم الحساب، بس انه قصة نخاف منهم وبنلعب دفاعي فهذا أكبر غلط راح يعملوه محمد عقيل إذا استخدم طريقة لعب الدفاعية. بتوقع راح يلعب طريقة دفاعية لأنه نعرف عقول المدربين الوطنيين. وهلا وصلنا نهاية حلقتنا اليوم، يوم التابعية قناة عالم سبورت. حكينا فيه انه تشرين السوري سيواجه نادي الشباب السعودي، بس لحد الآن ما تم تحديد الموعد. إن شاء الله بس يتم تحديد الموعد مباشرة راح ننزلكم الموعد المباراة وتوقيت المباراة وأنو الشهر. فمثل ما حكيت كل شيء اللي هو نلعب دفاع أمام نادي الشباب السعودي. وأنتم كمان أصدقائنا المشاهدين يا مشجعين تشرين السوري وجماهير سوريا كلياتكم، يعني شو بتتوقعوا تشرين بيقدم أمام نادي الشباب؟ أتمنى نشوف مباراة طيبة وحلوة. حطوا لي آراءكم بالتعليقات وبيهمني آراءكم. إذا عجبك الفيديو لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد من محتوانا. ادعمونا بلايك، فلايك بيدعمنا وبيحفظنا أكثر. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.